السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة يا رب عليكم تكون. وطبعا العيد ما يحلى من دون الكليجة، ما قدرت ما اسويها الصراحة. فقلت يعني اسوي كليجة شي بسيط. هنا أنا هسه عندي المكونات كلها بسيطة، وأنا ما استعمل يعني مقادير ثابتة حسب ما تشوفون هسه وياي. هنا أنا عندي هاي الزبدة، أنا استعملت كريستال، الزبدة كريستال. وعندي 3 كيلوات طحين. هنا أنا هاي موزونات 3 كيلوات طحين. وهنا أنا هاي الدهن مال كريستال، السمنة كلش حلوة وحتى بها ريحة، بس الدهن الجنة يكون ريحته أقوى، وشكر. وهنا أنا الهيل طحنته بشوية شكر، ما طحنته وحده. وعندي هاي الخلطة مال الكليجة، حبة حلوة وكزبرة وحبة السودا وبيكنج باودر وخمرة وحليب. معايا ضيفة. قلاصين ونص حليب. معايا ضيفة. كنت تعمل معايا الكحك والبسكويت. لا، الكريجة. انتوا بتقولوا كده في العراق، بقى هنعمل احنا ايه؟ الكريجة مالتنا تختلف. هنشوف. انا جايه النهارده عشان اتعلم عراقي بس، وانا هعلمها مصري. اي نعم انا متخلفه بس هعلمها. انا بعرف مصري. بس نتعلم. ماشي، يلا فضي. فضي الدقيق. دقيق. انا هوصف لهم بقى لو هم دقيق ده 3 كيلو. 3 كيلو دقيق. ماشي. الفيديو ده برعاية مصري. ايوه. هنتكلم مصري، يعني هنحكي مصري. اللي يفهم مصري. ايوه. على فكرة في حد بالعراق ما بيفهمش المصري زيكم، يعني ما بتفهموش بجد؟ العراق والله. انتوا بتقولوا على الدقيق ايه؟ طحين. خلاص نقول طحين. طحين. ده كيس طحين، التاني كيس طحين ده. تاني كيس طحين ده 2 كيلو، وده الثالث كده 4 كيلو صح؟ 3 كيلو. يعني كل نعمل كيس كيلو؟ كل كيس كيلو. كل كيس كيلو من الطحين. نحط عليه تقريبا كوباية كاملة سكر، ما نحط كثير. ماشي. ده الثالث. انا النهارده هصور وانت اللي تعملي. عجين لك بقى عجين مصري. عرفت بقى العجين هتعجن عجين مصري. ماشي. خلصنا من ده. ماشي، شكرا يا ست دنيا. اعرفكم على دنيا، اشطر واحدة في مصر، تعرفت عليها، ربنا يحبني. كل حاجة ما تعرفش. ماشي. انا هعلمك بقى، انت تعلميني مصري وتعلميني عراقي. خلاص. ده واحدة، ده نص، وده نص، عشان الكوباية دي صغيرة. خلاص. ممكن تكون حلوة. كوبايه ونص. كوباية ونص أو كوباية، يعني كوباية كبيرة. أيوة. ده الهيل، نحبه كتير. الهيل طحنت وياه شوية سكر على مود يمشي بالطاحونة وياي. وهنا هاي حبة حلوة وكزبرة وحبة سودا. ما راح أكثر منها على ما تغمق العجين. يلا اخلطي. نحط الخميرة. ممكن خميرة مجففة. هي الخميرة عندنا. احنا عايزين نقص بس عشان نعرف نفتح. نحط كيس بيكنج باودر. ما حطيناش دلوقتي لسه الخميره. عرفت ان احنا ما حطيناش الخميره. ماشي، تعلموا لسه ما حطيناش الخميرة، او ممكن ما نحطش الخميرة، يعني عادي. لا عشان تنفش، ما هي البيكنج باودر ينفشها. ماشي، واحد كافي. والخميرة هذوبها بشوية حليب وشوية سكر عشان نشوف فعاليتها. يلا هسه من بعد ما حطينا البيكنج باودر. كيس بيكنج باودر بس. كيس بيكنج باودر بس. الكيس على فكرة ده كبير. ماشي، في اكياس صغيرة. هذا كيس يعني كبير، مو مثل اللي عندنا بالعراق يكون شوية أصغر من هيك شيء. هذا 500 جرام، يضاف إلى 500 جرام دقيق. شنو هاي؟ هو ايش قد لعب. المهم الوزن الصافي 16 جرام عند التعبئة، يعني هذا كبير يكفي. أنا عندي الزبدة، راح أخلي نص الكمية وأعجن وأشوف. ماشي، يلا اخلط. امسحي بس
شاطرة يا بنتي يا دنيا، شاطرة. ايوه يا بنتي، انت فاكره ايه؟ شاطرة. ونحط السمنة معاه. شيل السمنة. كلها؟ لا مش كلها، حطي نعجن ونبس. احنا نقول عنها نفت، واحنا نقول نبس. انتوا تقولوا تبس. ماشي يلا، شيلي شيلي شيلي، حطي حسب ايدك. ماشي، نزلي. ايوه يلا، اخلط 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 اخلط. نخلطها، ندخل الطحين ويا الزبدة ويا الدهن كامل، نشوفها تكون مرملة. آخر شي نحط عليها الحليب. يعني هي أصلا تكون مكوناتها كلش سهلة، وريحتها ريحة رهيبة. يعني الهيل ويا الزبده والسمنه لما تحطوا بقت عشان الهيل والحبة الحلوة اللي حاطيها احنا بدأت تتبين ريحتها. ماشي، احنا هسه شوفوا هسه خرزت، بعدها لسه مفروله. مفرولة. ماشي، انتوا اخذوا كلمة منا وكلمة منا. احط شوية عليها سمنة، زبدة. هاي الزبدة والسمنة نفس النوع. هاي انا استعملت الكريستال، والزبدة الكريستال رهيبة 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 رهيبة، والسمنة الكريستال هم حلوة. نبتدي نخلطها للزين. راح احط بعد شوية سمنة وخلاص. احط، امسكيها معي، امسكيها راح كلها تنقل. ماشي، احط انا شوية بعد وكده. شكرا. لو احتاجت احط لها، بس يعني اتوقع هيك شي كافي. استعملت الاكثر سمنة دهن، والاقل الزبدة كيلو. حطيت تقريبا كيلو ونص من الدهن عليها، وابتدي اعجنها. عندنا لما نيجي نعمل الكحك والبسكويت، في مثلا عيال جنبينا يعني يحبوا يعملوا البتاع ده او يلبسوا. بس يحبوا يعملوا. ماشي، ايوه هو كده، هو كده. طبعا انا في ناس تقول لك بنات، بس لا احنا غاسلين ايدينا. ازاي يعني؟ هي لو الايد الايد ما لعبتش الاكل مش حلو. انا عايزه اعمل. ايوه يلا خلطي كويس كويس. بنتي دنيا شاطره والله. ست الشاطره. شاطره. لسه عامله كعكو بسكوت هسه شويه ورا لكم. صوريهم عرفوني البسكويت بتاعهم. البسكويت بتاعهم يختلف والمعمول. ايوه احنا نعمل كده. ايوه، واحنا كمان نعمل كده بجد. لا والله. انا بس اعرفك ان انا ست مصريه شاطره يعني. شاطره. وانا قلت لهم اشطر واحده في مصر. انا عرفتك. انا ما بعرفش اكمل اي حاجه. انا عرفت اشطر واحده في مصر، بس الحمد لله طلعت تحب تصور زيي. يلا اعملي بايدك بسي. مروشي. لو حد بيعرف مش هياكل مكانه. لا احنا نضاف والله نضاف. غسلين ايدينا 600 مره. وبعدين احنا حرين. كحكنا ولا كحكو؟ كحكنا. كليجتنا. قولي كليجة. كليجة. شوفها تنطق الجيم حلو. خلاص يا بنتي انا هسافر العراق معاكم. ماشي، هاخدها معايا ونعمل يعني هراقي بقى. ماشي، خلينا هنا بعد هسه كملنا هنحط الخميرة. يعني فتيناها زين. شوف هنا الخمرة صارت تمام. نحطها وبعدها هنا الحليب عندي تقريبا قلاصين ونص، ولو احتاجت بعد هم اخليه. يلا ما تغسليش. يلا عجيني. يا جماعة ترى الإيدين نظيفة. نرجع ونقول الإيدين نظيفة، والكليجة لو ما انعملت هيجي ما تطلع كليجة ناجحة. ماشي يلا عجن. ماشي، هنا القلاصين ونص راح اخليهن، لو احتاجت بعد اكمل. احنا هسه راح نعجنها نكملها وبعدها نرجع. هياكلوا احلى جلوسه دي ولا ايه؟ كليجة. وعلى اللي انت بتقولي عليها باي باي. لا كليجة. اعجني. هي ترى تصير قوية، ما تصير يعني زي الكحك بتاعكم. اللي تبقى مجمدة.
الكحك بتاعكم يكون بيه السمنة كتير عشان يبقى فتشوفيه بيدوب. يدوب. دي كمان تدوب بس مش زي الكحك يكون مفرول جدا. ماشي يلا هسه اعجن ونرجع حتى نسوي التمر ونحشي. حبايب قلبي هسه هنا انا دا اسوي هاي عجوة ما عندهم هنا تمر، فهاي العجوة احسن من اللي عندنا. يعني ما اعرف انتو لو ملاحظين انه العجوة تكون عندنا طعمها او ريحتها شبه التمر الهند، بس هنا يعني العجوة لا ريحتها حلوة احسن من اللي عندنا، كأنه تمر قسب ومنقع ومطحون طحنة زينة يعني وشارخيه وحاطين وياه شوية حبة حلوة، فيعني ريحته حلوة زينة. هنا أنا راح أفتحه راح أحمسه شوية، أحط له الدهن وأحط له هيل وحبة حلوة وسمسم وأجهزه وأسويه كور، وبعدها شوية العجين ترتاح مال الكليجة. تشوفوها شلونها هي هسه بس تنحط على النار شوية تفك أو أفتحها كامل، وعلى ما العجينة شوية ترتاح وأحضر الصواني ونبتدي نجهز بالعجينة، نقالبها ونحطها بالفرن وأراويكم إياها يعني شلونها. هسه أكمل التمر وأرجع لكم. هاي هسه التمر بس سخنته شوية على النار وهسه راح أعجنه، وما أعرف يمكن أكسر الجوز وأحطه وياه حتى يسهل علينا الشغل، أو أحطه بكل تمراية وبكل كليجاية أحط شوية جوز. بس راح أعجنه عجن زين. شوفوا بسرعة يعني هو ذاب قام ينعجن. حطيت له شوية سمسم وهيل ومن الخلطة مال حبة الحلوة والكزبرة عليه. وهاي العجينة لسه ترتاح شوية بس ما نتركها تخمر لأن هي بها كمية خمرة صغير. هاي مسار شبيج فرحانة بالقوالب. وين اخترت هذا؟ اخترت هذا. بنات راح يحطن ايديهن. خلصنا. لا تعمل الجوز ست دنيا ومسرة. طبعا مسرة تهد العجينة، مسرة راح تظل طول ما احنا نشتغل هي هالعجينة بدها حتى تصير وسخة. هذا جبت حلقوم سادة عجينة. هاي جبت حلقوم راح اسوي من عندها. هذا التمر عجنته والجوز دنيا تسوي به. وهاي طبعا هاي القوالب قوالب افشل منها ماكو، راح استعين اسويهن قصات بقلاوة بايدي انا اسويهن، بس راح اسويهن. شوفوا هيك صارت. وهذا الشكل الثاني بس راح اسويهن بغير طريقة انا بعد. هسه احنا طبعا من بعد ما طلعت القوالب صراحة ما تبشر بخير، واحنا نريد نخلص لازم نتصرف، وما عندي شيبك بس احاول اتصرف. افتحها احاول ارققها قد ما اقدر. طبعا صوت الشارع كله مبين. شوفوا هسه تعي قربيها، قربي شوفي شلون صارت رقيقة، بس ما اخليها كلش رقيقة. هذا التمر سويته هيك شوفوا ابتدي الفها. ما حطيت جوز، ما حطيت خطأ. يختفر عادي يختفر. اسطره بهاي الطريقة. خليها هاي وألفها وأرققها
مو كلش تكون رقيقة، مسرة منطلقة. شوف افردها. هاي اشيلها. هيجي وخلصنا من سالفة القالب واسرع. شوفها شلونها حلوة. نصفها بالصينية ونكمل كله نفس الطريقة. هذا جبت هم الحلقوم قصصته وهم احطه بنفس الطريقة واسوي كله ونكمل. ومن ندخلها للفرن شوفوا هذا الجوز بيها ونطلعها واراويكم اياها شلونها. هسه احنا بعد راح نقفل ونعيش باي باي حياتنا. يا جماعة شوفوا الحفلة اللي احنا بيها. شوفوا كل هاي كليجة نسوي. يلا انا اعيشكم. انا اعيشكم يعني اجواء. هاي الاجواء الكليجة الاصلية، مو اللي نقدمها شوية شوية على الكاونتر. فانا مشيتها وياكم مثل ما احنا نشتغلها. شوفوا هذين اللي سويتهن بالقالب. شوفوا اللي سوتهن دنيا البنت الشاطرة. ما كملت لكم، قلت لكم شوفوا اللي سوتهن دنيا. دول انا اللي عملتهم. ما تعرف تضغط على القالب مثل اللي اسويهن. هذني سويتهن امودي طبعا اشكالهن حلوة. وهاي اول وحدة خلصت سويتها هيك قصات، وهاي لسه بعدنا نشتغل. يعني الشغل مطول لسه بعدنا. هاي التمر سويته يعني، واكمل هاي واحطها هنا واغطيها. اسوي لي كم صينية وبعدها اروح انا اشويهن. حبايب قلبي هسه هنا مثل ما تشوفون اني كملت هذن الصواني وخليتهن. واتصلوا بدنيا قالوا لها تعالي، فبسرعة دخلتهن للفرن. كنت ناوية انه ادخلهن للفرن يعني من اكمل مجموعة، بس سويتهن بسرعة لان هي اتصلوا بيها تريد تروح. فجهزت السحور بسرعة حتى تاكل وياي، وتالي ما لحقت تاكل. اهلها سبوها كلش، قالوا لها تعالي. فسويت بسرعة الاكل ونطيتها يعني بس لفة. وهسه اراويكم الاكل اللي سويته. طبعا قلت اسوي اليوم اكل عراقي، كباب عروق وباذنجان وطماطة وبطيخ، وهذا يعني الحمد لله. وبعد عندي ناجت ولانشون وجبن. فقلت اسوي يعني سحور حلو، بس ما يعني اهلها ما خلوها اكثر، مع ان هي جتني يمكن 3 ساعات كملنا هاي الاشياء. بس يلا الحمد لله والشكر هنا. فكملت انا الكليجة وحدي، انا وابو شهد وشهد. هي سوت وياها تقريبا صينيتين وراحت كثر الله خيرها. ويعني كلش فرحت بجايتها هذا اليوم، وتونسنا وضحكنا وسولفنا. هي كانت بس امنيتها تصور وتسولف وياي واحنا نحكي يعني. وعذروني اذا صارت اكو اي هوسة او شي بالفيديو. هنا أنا هسه مثل ما تشوفون وياي كملت الكمية كلها، وبعدها حار بس صارت والله هشة. بس مو مثل هاي اللي يعني شلون من تاكلوها تخنق تحسوها مثل الشكرلمة، لا كلش يعني وصفتها ناجحة. وشفتوا انتو بدون يعني والمقادير تقريبا حطيت نص كيلو زبد على 3 كيلوات او كيلو دهن. واذا شفتوا الدهن بويا الطحين قليل زودوا عليه دهن بعد. هنا هسه تشوفون وياي هاي الكعك والبسكت، كحك يصحوا له هذا كحك، والثاني بسكوت. هذا الكحك هم اللي يسووه من غير حشو واكو محشي، وهذا البسكوت يصير بهيج طريقة. طبعا طيب، اللي يسألني طيب طيب. وكل بلد وإلها يعني إلها شي يختلف. هم ما يستعملون الهيل ابدا ما يستعملون الهيل، يستعملون بس يعني على طعم الزبدة والشي. ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. مع السلامة.